كتير في الأسئلة اللي أنا باحلّها، ومش عارف أعمل إيه، غلطاتي كتيرة جدًا، وأنا مش عارف أتصرّف معاها كتير، إزاي؟ باغلط كتير جدًا، وده بيضعف من ثقتي، وبيضعف من ثقتي في الحل، وأثناء ما أنا باحل ومش لاقي نفسي وباحس إنّي مذاكر وباحس إن أنا مذاكر المادة كويس جدًا ودارسه كويس جدًا، ولكن أثناء الحل عليه ما باعرفش أحل، وده مضايقني ومخلّيني مش لاقي نفسي إن أنا أذاكر. ده مشكلة بتقابل كتير جدًا من الطلاب. ففي الفيديو ده جايبين لك حل هذه المشكلة، إن شاء الله بإذن الله جايبين لك حل هذه مع بعض. فلا نتناقش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عيد طالب في كلية طب الأسنان. إن شاء الله بإذن الله النهارده هنتكلم عن إزاي إن أنت تقلل من أخطائك في الأسئلة. بُص أقول لك على حاجة اللي أنت ممكن قد تصدم بيها لو أنت مذاكر المادة كويس جدًا أو الدرس كويس جدًا وجاي تحل عليه وما لقيتش نفسك غلطان، هتلاقي في حاجة غلط. لازم تغلط، لازم يا جماعة تغلط، ما فيش حد ما بيغلطش. يعني حتى دي قاعدة عامة في الحياة، كل بني آدم خطّاء. يعني أنت اقنعني إزاي أنت ما تغلطش، ده الطبيعي. سيبك بقى من جو ابتدائي وإعدادي اللي أنا ما باغلطش، اللي أنا باقفّل على طول. أنت دلوقتي في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية اللي أنا مثلًا فيها، خلاص. يعني أنا مثلًا لمّا باغلط في الMCQ مثلًا أنا متقبّل ده، يعني أنا متقبّل ده أحسن ما باغلط في الامتحان. يعني أنت ذكّر نَفْسك كده، أغلط دلوقتي أحسن ما أغلط في الامتحان. فأنت الطبيعي أصلًا اللي أنت تغلط في الأسئلة بتاع الMCQ. المهم، إزاي بقى أتعامل مع الغلطات دي؟ أنت لازم تاخد الحلقات اللي فاتت، قُلت لك في الفيديو اللي فات إزاي إن أنت تحفظ المعلومة، واللي أنت في حاجة اسمها التكرار المتباعد، إن أنت تاخد المعلومة على أجزاء متباعدة عشان تدخّلها في الذاكرة طويلة المدى. فدلوقتي إحنا جايين نتكلم بقى أتعامل إزاي مع الأخطاء. أنت بدأت تغلط، بس أخطائك زيادة عن اللزوم. بُص بقى في أنواع، يعني مثلًا أنت أخطائك زيادة عن اللزوم، أنت مش فاهم أصلًا أنت بتغلط ليه، وأنت مش فاهم الأسئلة اللي أنت بتغلط فيها، لأ يبقى أنت مش مذاكر، لأ يبقى أنت المذاكرة بتاعتك فيها حاجات غلط. ارجع للفيديوهات اللي أنا عملتها لك، إن أنت إزاي تذاكر وإزاي تحفظ المعلومة، عشان ما فيش حد مذاكر كويس وحافظ الدرس بتاعه كويس ومركّز كويس وييجي يقول لي اللي أنا مش عارف أحل. لأ، إحنا بنتكلم دلوقتي ده نوع اللي أنت لأ روح ضبّط المذاكرة بتاعتك الأول. تاني حاجة أنا مذاكر كويس وأقدر أسمّع لك الدرس قدّامي دلوقتي، يعني أنا أقدر أسمّع لك الدرس قدّامي دلوقتي، بس أنا مش في أسئلة بتيجي قدّامي بابقى أنا مش فاهمها. لأ، بُص، في أسئلة فعلًا بتقيس مستوى الفهم بتاعك، أنت غلطت فيها عادي، عادي، أنت لمّا تغلط فيها عادي. أنت خُد الأسئلة دي بقى وابدأ اللي أنت تفهمها وتعرف أنت غلطت فيها في إيه. طبعًا بيبقى مُدرِّس معاك بيشرح لك السؤال الغلط أو أي مصدر تاني أنت بتتابع معاه حل الأسئلة بتاعك يعني. تفهم السؤال ده اتحل إزاي وأنا ما اغلطش فيه تاني، وترجع على الجزئية مثلًا للسؤال ده مثلًا الإجابة بتاعته في الدرس وتبدأ تعلّم عليها، وتكتب مثلًا السؤال العاشر تكتب هنا السؤال العاشر كذا، عشان لمّا تيجي مثلًا تراجع درس نظري زي ما إحنا قُلنا في الحتة اللي فاتت، لمّا تراجع الدرس تركّز الجزئية دي أنا غلطت فيها، فأنا هاركّز عليها. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 10، أرجع للسؤال رقم 10 واقرأه واحلّه أنا تاني. بعدها بقى بفترة بقى أحلّه أنا تاني بقى وأشوف هل غلطت فيها والّا أنا حلّيته. لأ إن شاء الله بإذن الله حلّيته، يبقى أنا كده تمام. دي إن أنت تتعامل مع الأسئلة اللي بتغلط فيها، الطريقة اللي أنت تتعامل معاها بيها، تجمّعهم. ممكن أصلًا برضه في ناس تروح مجمّعاهم في كشكول عادي جدًا، بس ما تجمّعش الأسئلة كلّها. يعني أنت مثلًا عندك 30 سؤال، مثلًا ما تكتبليش ال30 سؤال، لأ، تكتب الأسئلة اللي أنت غلطت فيها عشان ترجع تاني مرّة. أنا عرفت الأسئلة دي خلاص. ممكن تعمل جنبيها علامة صح، تأكد لنفسك إن أنا خلاص السؤال ده عرفته وفهمته. وبُص، ده غلطت فيه بس اللي أنا مثلًا ما ذاكرتش الحتّة دي، ما دوستش عليها أوي. طب غلطت فيه بس عشان كنت مش فاهم. أنا ممكن عارف كلام نظري، بس أنا مش فاهم. الفهم بتاعها على سطحي، مش deep، مش في العمق، مش فاهم المعلومة بكل الزوايا بتاعتها. وما تقلقش أنت لمّا تتقدّم في المادة، مثلًا المادة متقسّمة عندك شباتر، تاخد الchapter الأول بقى فهمك للمعلومة من زاوية واحدة، تيجي الchapter التاني بقى فهمك للمعلومة خدت زاوية تانية، بقى خدت كذا زاوية أنت بتفهم فيها المعلومة. حتى لمّا تيجي في المراجعات النهائية هتلاقي المعلومة اللي أنت كنت فاهمها فهم بسيط، لمّا تيجي في المراجعات النهائية لمّا تاخد المنهج كلّه بقى، هتحس نَفْسك اللي أنت فاهم المعلومة
اكتر وفاهمها بشكل افضل وفاهمها من كذا زاويه ومن كذا ناحيه. فانت ما تقلقش، امشي بس بالطريقه دي. اللي انت السؤال اللي انت غلطت فيه تبدا اللي انت تراجعه تاني وتكتبه في كشكول في الكراسه كده. في ناس بتسميها مثلا الغلطات، مش عارف بيسموها اسماء، انت بقى سميها زي ما انت عاوز. كشكول كده مكتوب فيه الاسئله اللي انت بتغلط فيها، وتبدا اللي انت تروح للجزئيه بتاع الشرح تعلم عليها وتقول الجزئيه دي اللي انا كنت كنت بغلط فيها. تمام. دي بس يا شباب الطريقه اللي انت تقلل من الاخطاء بتاعتك. فهمنا نعمل ايه؟ اهم حاجه اللي انت اصلا عشان تحل صح لازم تبقى مذاكرتك صح، لازم تبقى مذاكرتك قويه، لازم تبقى دخلت المعلومات بتاعتك في الذاكره طويله المدى. بقى فهمنا اساسيات اللي انت الاساسيات المذاكره، رحت طبقت ان شاء الله باذن الله من 30 سؤال عادي لما اخد مثلا 3 4 اسئله 5 اسئله 10 اسئله ما عرفتهمش، ماشي غلطت فيهم، لما اشوف الحل بتاعهم مثلا ال 30 سؤال بقى 30 فكره، غلطت مثلا وقعت في مثلا في 10 اسئله او 15 سؤال، لما عرفتهم بقى اني كده مش خسران حاجه، بقى انت زي اللي مثلا 30 فكره جاوبهم صح، انا 30 فكره نقصوا مني 15 بس عرفت الحل بتاعهم، عرفت الفكره بتاعتهم ايه، بقاني زيه كده، هو خد 30 فكره وانا ايضا خدت 30 فكره وانت يمكن افضل كمان، عشان انت الحاجات اللي بتغلط فيها اكتر حاجه عقلك بيتعلق مع الحاجات اللي انت بتغلط فيها، وبالذات بقى لما تكتبها في ورقه بقى وترجع لها مره للتانيه. اللي انت اللي انت تقلل من الاسئله او الاخطاء بتاعتك اثناء وانت بتحل الاسئله. خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى لو المحتوى ده بيفيدك تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتشير الفيديو اللي انت بتحبه وفعلا عارف ان الشخص ده يستفيد من المعلومات دي، فدل على الخير كفاعله. بس كده، السلام عليكم.